إذا مشاهدينا السلام عليكم. بث مباشر ثاني كما وعدناكم قبل قليل. كنتواجدوا في المنطقة اللي الصباح كانت فيها شبه فوضى من بعض الأفارقة وأيضا بعض المغاربة من ذوي السوابق. معنا سي وهروش اللي هو حقوقي كما كتشوفوا في الصورة. بعدا باش نوضعكم في الصورة، هذه هي زناتها كما كتشوفوا، وكاين بطبيعة الحال الأمن ديما حاضر كما كتشوفوا في الصورة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أولا شكرا باش نتكلموا على هذا الموضوع. زكريا هروش المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات. نعم. اللي بغينا نتكلموا عليه هو الفوضى اللي شاهدها الكل عبر وسائل الاعلام. نعم. يتم التوثيق ديالها من لدن احد المواطنين. نعم. حنا كحقوقيين وكابناء المنطقه ومتتبعي الشان العام او المحلي ما يمكنش نسكتوا على مثل هذه الامور. نعم. كما كنتي بالرفقه ديالي من مصدر موثوق ان هذا الامر اللي هو طرا هنايا في شطر 18. نعم. زناتها تابع للمحمديه، ان الامر يتعلق بنزاع حول سرقه ديال احد الافارقه اللي من دوله السودان الشقيقه. نعم. اللي هذا الشخص هذا يمتهن الحراسه الليليه واحد المرائب او الباركينغ اللي كاين هنا كما كتشاهدوا. نعم. على الصوره. فهذا المهاجر اللي هو يعني كيشتغل كما سبق وذكرت في هذا الباركينغ، تعرض لمحاوله سرقه من طرف احد الاشخاص اللي هو من ذوي السوابق. مغربي كما اكدوا لنا مصادر موثوقه وعلى المسؤوليه ديالنا. وبدات يعني الامور، هذوك جابوا ديالهم وهذوك جابوا ديالهم، ولينا في صراعات، ولينا والممتلكات ديال الناس الى اخر ذلك. فالفرق ما بين ما وقع شطر 18 زناتة والفرق ما يقع بطريق ولاد الزيانه وعلى مستوى المقبره من السياء والشهداء. نعم. فكاين فرق كبير ان هذوك فعلا يعترضون سبيل المره وكيعتديوا على المواطنين، وكذلك التجاره في البوفا والمخدرات الصلبه والغير الصلبه. فتحيه كبيره للامن الوطني اللي شفنا ليله البارحه انه تم تطويق هذيك المقبره برجال الامن وبسيارات الامن وكذلك قوات مساعده للتوضيح للراي العام ان ما وقع هنايا كان مجرد صراعات. نعم. وعنصريه من لدن الناس ديالنا حنا، هما اللي مارسوا العنصريه على هذه الافارقه، هما اللي اججوهم حسب التقارير الامنيه اللي استقيناها من اماكن موثوقه. ما غاديش نذكروا المصدر ديالنا بالضبط. نعم. وانما كنقولوا الاخوان ديالنا المغاربه يعني كافه صراعات مع هاد الناس. نعم. يعني حاولوا تبينوا تمغربيه ديالكم وتحاولوا تعاونوا مع هاد الناس هادو. نعم. لان خصنا نفرقوا ما بين واحد مهاجر جي كيترزق الله وما بين واحد مهاجر جا تيخرف فينا او تيعرضنا للاعتداءات. اذا كنا لاحظنا هذه السلوكيات الاجراميه من لدن هاد الناس، خصنا نتحدوا ونديروا واحد العريضه ونتقدموا للجهات الامنيه بلا ما ندخلوا معاهم في صراعات او الضرب والجرح او غير ذلك. نعم. اذا اخر كلمه بخصوص هذا القضيه هذه. الكلمه اللي غادي نقولوا هو يجب التريث والتعامل مع هذه الحالات. نعم. لان كنعرفوا المصالح ديال الدوله العليا وكنعرفوا شي امور ما خصناش نخلطوا ما بين العنصريه وما بين التمغربيت وما بين هذه الارض المضيافه للجميع. ولكن هنا غادي نستوقف اللحظه لان ما يمكنش نخليو الناس يجيو يمارسوا عنا الهمجيه ديالهم او غير ذلك. فحنا بالمرصاد لمثل هاد المنحرفين اللي هما كيعرضوا السلامه ديالنا للخطر والممتلكات ديال المواطنين. شحال عدد الاصابات اللي كانوا اليوم؟ حسب اي صفوف؟ نعم، حسب المعطيات الرسميه ان 3 ديال الضحايا في الصفوف المعتدى عليهم اللي هما الاخوان ديالنا الاشقاء ديالنا الافارقه اللي هما تعرضوا للاعتداء والضرب وكذا. فكذلك لازال البحث جاري لايقاف هذا الشخص من ذوي السوابق ومتابعته في حاله اعتقال حسب المعطيات اللي كاينه. واللي بغينا نقولوا هو هذا. اذا كنشكرك سي وهروش. اذا المشاهدين كما كتشوفوا اخر كلمه. شكرا. كذلك كنشكروا رجال الدرك الملكي كما كتشوفوا في الخلف ديالنا لحظه انهم عرفوا غادي نقوموا بهذا الروبورتاج، جاوا باش يستتبوا الامن في هذه البلاصه هذه. وكنشكروا كذلك نعم كنشكروا السيد قائد مركز الدرك الملكي بعين حروده. نعم. وكذلك كنشكروا جميع الدرك والامن واعوان السلطه وكل من يسهر على حمايه الممتلكات
والارواح نعم. المواطنين. السيد قائد المنطقه ايضا اي واحد له غيره على الوطن ديالنا فكنشكروه. وكذلك باش نكونوا منصفين يجب الالتفات لهذه منطقه زناتة، لان لاحظنا مازال هناك العشوائيه النفايات. هذا الموضوع غادي نرجعوا ليه ان شاء الله. اذا مشاهدينا كما سمعتوا الحقيقه اللي قالها لكم الحقوقي زكريا وهروش بخصوص ما وقع صباح اليوم من تكسير وعصي ويعني وعنف هنا بأزنته. اذا نعم بطبيعه الحال. اذا مشاهدينا الى اللقاء.